السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي احسن حال. فيديو النهارده هيكون عن ازاي اتخلصت من الحبوب في خلال 15-20 يوم بالظبط. كانت كل الحبوب اللي ظهرت لي اختفت بروتين انا استمريت عليه. فتعالوا يلا نشوف فيديو هيبقى حلو قوي ودسم جدا. فيلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا اللي متابع الفيديوز بتاعتي اللي فاتت بقالي كام مره بقول لكم ان انا كنت بستخدم فيتامين، نوع فيتامين، ولما استمريت عليه لقيته طلع لي حبوب في الجبهه وفي المنطقه دي بالذات، حبوب كتير قوي ما كانتش بتطلع لي قبل كده. ونوع الفيتامين ده هو بلوموفيل من باركفيل، علشان في كذا حد سألني طب ايه هو نوع الفيتامين ده. هو ده. على قد ما انا شكرت فيه في ان هو تأثيره حلو جدا على الضوافر وعلى الجلد، بيبقى حلو قوي لو انت ضوافرك بتتكسر ما بتطولش او كده. هو مجرد ما تستمري عليه من اول 10 ايام بتلاقي منه نتيجة هايلة، ولكن مقابل ده بيطلع لي حبوب كتير قوي في الوش. وطبعا لما وقفته الحبوب دي قلت مع الروتين اللي انا استخدمته. وكنت طبعا عارفه ان منه، لان كان الروتين بتاعي هو ونفس المنتجات اللي انا بستخدمها، عشان كده عرفت ان هي منه. فخليني ابدا باول خطوه عملتها. اول حاجه عملت عالج الحبوب دي ان انا ابطل السبب. فطبعا بطلت ان انا اخد الفيتامين ده نفسه لحد ما بشرتي ابتدت تهدى كده، لاني كانت وصلت كمان ان حاجز البشره كان متهيج، فكنت بهرش كتير في بشرتي مع الحر او كده. فمش قادره اقول لكم بشرتي دي كانت عامله ازاي. تاني حاجه استخدمت غسول يكون فيه ساليسيليك اسيد زي بتاع فيشي ده، لانه هو بجد ممتاز وبينظف البشره كويس جدا، بيشتغل فعلا على الحبوب واثار الحبوب لو فيه. فكنت بستخدم فيشي. وكمان تقدري تستخدمي اي غسول تحبيه يكون فيه ساليسيليك اسيد. ولما تستخدمي الغسول تبداي ان انت تدلكي كده الغسول على بشرتك، يعني تاخدي وقتك وانت بتغسلي بشرتك عشان تتاكدي ان الغسول عمل المفعول بتاعه على البشره. فتاخدي كده من 15 ل 20 ثانيه وانت بتغسلي الغسول قبل ما تشطفي بشرتك، لانك انت لو حطيتي الغسول وشطفتيه كده هتحسي ان انت بتهدري المنتج، ما استفدتيش باي حاجه من المنتج نفسه. فحاولي ان انت تاخدي وقتك في غسيل البشره. تاني خطوه كنت بستخدمها في الروتين بتاعي هي الهالو ووتر من ديرما ال، ودي خطوه مش اساسيه خالص، يعني ممكن تستغني عنها، بس انا قلت اقول لكم الخطوات بالظبط، بما اني كمان ده روتين البشره بتاعي الفتره الحاليه. قلت اقوله لكم بالمره، يعني في حاجات انا هقولها لكم ما كنتش بستخدمها عشان تعالج الحبوب، بس هقولها لكم علشان تعرفوا الروتين بتاع البشره بتاعي الحالي. فكان تاني خطوه الهالو ووتر دي، انا بحبها جدا لان فيها هالورونيك اسيد، فبحس ان هي بتهدي وترطب البشره كويس جدا بعد اي حاجه بستخدمها. الروتين ده كان صباحي، بستخدم بعد الهالو ووتر بعد ما تنشف، بدي لنفسي ثانيتين 3 كده بعد كل منتج ان البشره تمتص وينشف، وبعد كده ادخل المنتج اللي بعده. بستخدم السيرم ده، هو سيرم مصري اسمه سكين جارد، هو فيه ريتينول ونياسيناميد زي ما انتم شايفين ده كده شكله. بعد ما السيرم بينشف، حد هيقول لي بتستخدمي ريتينول الصبح؟ طبعا انا ببقى في البيت اصلا معظم الوقت، بس لو انا نازله وهحطه بفضل اصلا اليوم اللي انا نازله فيه ما احطش السيرم ده. بس لو هنفترض ان انا حطيته ونازله، بستخدم بعده على طول السان سكرين اللي بستخدمه حاليا، هو من براند مصري اسمها نيتيورا، ده كده شكله. هو خفيف جدا على البشره وبيمتص بسرعه وبيحمي كويس من الشمس. فهم دول الروتين بتاعي اللي انا بستخدمه. طبعا ده لو انا نازله. لو مش نازله بحط السيرم، وبعدين بحط الكريم المرطب اللي بستخدمه حاليا دكتور إلفيش، لانه خفيف جدا على البشره وكمان مناسب لجو الصيف وكده، فما بيدهنش البشره، بتحسي ان البشره شربته بسرعه. ده كده اللي انا بستخدمه حاليا في الروتين الصباحي. ساعات بستخدم دكتور إلفيش، وساعات بستخدم اللي هو ديرما اتوديرم اللي هو ده شكله. لو حسيت ان انا بشرتي محتاجه ترطيب اكتر او ان هي جافه شويه او ناشفه، ببدا ان انا استخدم بايوديرما ده. ببدل في الكريم بين دكتور إلفيش وبايوديرما، وبتبقى النتيجه حلوه جدا، وبتفضل بشرتي مترطبه خلال اليوم. لو بقى اتوضيت او كده ممكن بصراحه ان انا اعيد الترطيب، وممكن اكتفي بالهالو ووتر دي ان انا برشها بعد الوضوء على طول، واكتفي بيها بس عشان انا في الحر ما بحبش كل شويه اقعد ارطب، على عكس الشتاء بعد كل وضوء بحب ان انا ارطب بشرتي وايدي علشان الجفاف اللي بيبقى في الشتاء جامد جدا. ده بالنسبه للروتين بتاعي الصباحي البسيط الهادي جدا، اللي اهم عنصر فيه هو الغسول اللي بيكون فيه ساليسيليك اسيد. طيب بالنسبه بقى للروتين الليلي، اللي هو بالنسبه لي حللي المشاكل بتاعه الحبوب وشفت منه نتائج هايله في خلال 15-20 يوم. اول حاجه في الروتين الليلي بتاعي، لو كنت بره وحاطه ميك اب او كنت بصور وحاطه ميك اب عموما وبالليل، بغسل بشرتي بالغسول الزيتي بتاع
بتاع دكتور إلفيش، ده من افضل الحاجات اللي انا جربتها المصري، اللي بتشيل الميك اب بكل اريحيه وبكل سهوله وما بتسببش اي مشاكل او تحسس للجلد. كلينزنج اويل بتاع دكتور إلفيش ده بجد ممتاز، نقطه منه بتكفي، هو بامب كده، ببدا ان انا اخد منه حبه وبوزعه على الايد وبركز على منطقه النوز دي، بيطلع اي بلاك هيدز موجوده على الجلد. وده قلته لكم قبل كده، ما بتلاقي دايما الحته دي عندك نظيفه، بتلاقيها منوره كده، ما فيش اي رؤوس فيها او اي حاجه، بتبقى على طول نظيفه مع الاستمرار. وتاخدي وقتك في الدعك، تبداي تعملي لها مساج كده. وطبعا لو في اي ميك اب او كده بيشيله، لو في اي ماسكارا ووتر بروف بيشيلها، لو في اي كحل اي حاجه بيشيلها بكل سهوله تحت الميه. وببدا اغسل وشي بميه عاديه منه، وبعد كده بستخدم الغسول بتاعي اللي فيه ساليسيليك اسيد وباخد وقت فيه، بغسل البشره كويس جدا، وبعد كده بجفف بشرتي بمناديل. نيجي بقى للخطوه اللي بعد كده واللي هي اهم خطوه واللي هي ضيعت لي الحبوب، هو الاكراتين نص. طبعا الاكراتين ده هنقف عنده شويه، ده موجود في الصيدليات، واعتقد ان كل البنات والسيدات دلوقتي عارفين الاكراتين، بس انا ما بنصحش بيه بصراحه ان انت تاخديه من نفسك الا لو كان تحت اشراف طبيب، او لو انت عندك حبوب فظيعه او ملهاش يعني حل في بشرتك، دي لما بتبقى محتاجه اكتر دكتور، مش محتاجه ان انت تتصرفي من نفسك. انا عشان جربته من زمان وعارفه يعني استخدامه ازاي، فبلجأ له لما بيكون في حبوب زي كده. باخد منه حبه قد البسله، حبه صغيره جدا، بوزعها بالطريقه دي على بشرتي، وببدا ان انا ادعكه بعيدا عن منطقه حوالين الفم وحوالين العين، وببدا ان انا اوزعه وباخد وقتي في التوزيع. ده بالنسبه لحد واخد على استخدام الاكراتين. طيب انت بالنسبه لحد مبتدئ وعايزه تستخدمي الاكراتين، اول حاجه تعمليها التركيز بتاعك، لو انت اول مره تستخدميه ما تجيبيش النص، هاتي الربع، بيكون التركيز بتاعه اقل شويه. تبداي تدخليه في الروتين بتاعك بالليل نص ساعه، وبعد كده تغسليه، يعني ما تبداي تحطيه على بشره جافه نظيفه، تحطيه وبعد كده تغسليه بعد نص ساعه، وتحطي الكريم المرطب بتاعك مره او مرتين في الاسبوع، وتبداي تزودي عدد المرات كل ما تحسي ان بشرتك اخدت عليه، لحد ما توصلي لمرحله ان انت ممكن تحطيه كل يوم وما تغسليهوش كمان. انا وصلت لمرحله ان انا بحطه يوميا ومش بغسله، بنام بيه وبقوم الصبح بغسله عادي جدا لحد ما بشرتي خدت عليه. يعني انا لما حسيت ان بشرتي خلاص خدت عليه بقيت اعمل كده. لكن لو انت مبتدئه في الاكراتين تاني، عشان اكون خليت ذنبي، ما تجيبيهوش تركيز عالي، ما تجيبيهوش وتحطيه بشكل يومي، ما تجيبيهوش وتحطيه وما تغسليهوش، لانه ممكن زي ما هيفيد ممكن يضر، بينشف البشره لو انت ما عملتيش، لان هو في الاخر مشتق من مشتقات الفيتامين اي، فهو بيقشر. فلو انت حطيتي منه كميه زياده، جبتي تركيز اعلى، حطيتيه كتير او حطيتيه بشكل يومي ولسه بشرتك ما خدتش عليه، هيدمر بشرتك، وساعتها ترجعي تقولي يا ريتني ما كنت سمعتي كلامهم او كده. انتبهي للكلام عشان تعرفي تستخدمي الحاجه صح. هنرجع للروتين بتاعي بقى. بعد ما بقى اغسل وشي وانشفها كويس جدا، ببدا ان انا استخدم اكراتين نص وبوزعه على البشره كويس جدا بعيد عن الاماكن اللي انا قلت لكم عليها، وبحط بعده الكريم المرطب الليلي بتاعي. انا بستخدم حاليا تترا جلو من شركه مقام، ده كده شكله. في على الاكراتين بي برطب البشره، هو ده كمان بيرطب وبيفتح حلو جدا. الموضوع ده انا استمريت عليه لمده 15-20 يوم. بجد اولا ملمس البشره ناعم جدا جدا، المسام نظيفه، مفيش رؤوس سودا ولا بيضه ولا اي حاجه مع الروتين كله. الحبوب قلت بنسبه 90%، يعني اللي باين منها حاجات بسيطه خالص، وانا لسه شغاله في الروتين، فبجد النتائج هايله. فهو كمان بيشتغل على البشره بشكل صحي جدا جدا بصراحه لو انت بتستخدميه صح. فانا بحس دايما ان جلدي مشدود، بشرتي نظيفه، بشرتي حلوه ناعمه، فهو بصراحه حلو جدا، وهو ده العامل الاساسي في الروتين الليلي بتاعي، واللي ليه تاثير قوي جدا على الحبوب معايا الفتره الاخيره. تكمله للروتين بقى بتاعي ده بالنسبه للروتين الليلي او الصباحي والليلي اللي بعمله بشكل يومي. اما بشكل اسبوعي بحب ان انا ادخل الازيتيك الهندي كماسك كده، برضو بينظف المسام وبيشتغل على الحبوب واثار الحبوب وينظف الوش من اي دهون فيه. فبحب جدا ان انا استخدمه مره على الاقل في الاسبوع مع ازاله الشعر. لما بعمل شيفنج بستخدم بعديها الماسك ده. الماسك ده ناس كتير سالتني بتخلطيه بايه. المفروض ان هو بيتخلط بخل التفاح او بالميه العاديه، انا بخلطه بالميه العاديه لاني بحس ان خل التفاح بيبقى شديد شويه على البشره، بخلطه بميه عاديه وببدا ان انا اوزعه على البشره، وقرب يخلص عايزه اجيب
منه تاني، لانه حلو قوي قوي للبشرات الدهنيه وخصوصا في الصيف، بيشد البشره وبينضفها من اي دهون، ولو كمان في حبوب بيشتغل عليها فهو ممتاز جدا. ماسك الازيتيك الهندي ده انا بجيبه تقسيم علشان خاطر العلبه بتاعته بتبقى كبيره قوي، وده الحاجه الوحيده اللي انا بجيبها تقسيم بس كده. وممكن مثلا لو عندي اي نوع من الشيت ماسك بحط اي نوع عندي يعني برضو كزياده ترطيب او كده، وكنوع من الدلع. والروتين اليومي تكمله ليه طبعا بستخدم اي نوع ليب بالم عندي دي وعندي دي، الاثنين بيرطبوا حلو جدا، بحب استخدمهم قبل الميك اب قبل الروج، كل ما اتوضى. يعني الترطيب بتاع الشفايف ده على طول بشكل مستمر عشان الشفايف ما تجفش وتبقى مشققه كده، فبستخدم الليب بالم. الروتين بتاعي حاسه ان هو ما بقاش خطوات كتير، بقى حلو ونتائجه هايله، وفي نفس الوقت الحر مش مخلينا ان احنا نستخدم مكونات كتير، ولكن اهم حاجه هي الاستمراريه. يعني لما اكون انا عايزه اشتغل على حاجه او اعالج حاجه ايا كان، سواء في بشرتي في جسمي في شعري في اي حاجه انا عايزه اعالجها، اهم حاجه الاستمراريه مش كتر المنتجات. ممكن اجيب كل المنتجات اللي الناس بتنصح بيها وبتتكلم عنها ومن كترها اصلا ازهق وما بقاش عارفه استخدمها ولا استخدم ايه فين، واحس ان انا خلاص ما عنديش طاقه استخدمها. لكن ممكن يكون منتجين ثلاثه انا مستمريه عليهم وبستخدمهم بطريقه صحيحه، الاقي مع الاستمرار جابوا لي نتيجه حلوه جدا، وفعلا لقيت منهم نتيجه مرضيه وفعاله زي ما انا كنت منتظره. فاهم حاجه في اي روتين هي الاستمراريه. حاجه عايزه اقولها قبل ما اختم الفيديو هو ان لما يكون في فتره عندنا فيها حبوب، كمان نحاول ان احنا داخليا يكون الدنيا معانا كويسه، يعني نبطل اكل مثلا حلويات كتير، نشرب ميه كتير، نبطل اكل حاجات فيها دهون زي مثلا اللي هي اللب والحاجات المقرمشات والحاجات دي كلها. واحنا الصيف بيخلينا ناكل الحاجات دي اكتر كنوع من المسليات او كده، والايس كريم والحاجات دي. فالفتره اللي فيها حبوب نحاول نقلل الحاجات دي على الاقل، بحيث ان احنا نلاقي نتيجه من الروتين اللي احنا ماشيين عليه، ما نلاقيش حاجه تانية نعالجها فحاجه تانية بترد لنا الموضوع دوت. فيبقى انا بعالج نفسي داخليا وخارجيا عشان اشوف نتيجه مرضيه للجلد للحاجه اللي انا عايزه اوصل لها. ده الفتره اللي انا بستخدم فيها اكراتين، ما استخدمش اي نوع مقشرات اخرى، يعني انا هكتفي بيه لحد بس ما اعالج بشرتي واحس انها بقت كويسه، وحسيت ان هي الحبوب راحت واثار الحبوب اختفت والبقع البنيه ابتدت انها تفتح والكلام ده كله، ابدا ان انا استخدم لو انا عايزه اقشر بشرتي او اعمل اي سكراب او كده تمام. لكن في الفتره بتاعه الاكراتين اكتفي بيه هو بس كنوع من تخفيف على حاجز البشره، ما يبقاش حاجات هارش كتير عشان حاجز البشره اللي بعالجه ما يتاثرش بحاجات تانية او بحاجات تانية او كتر منتجات عليه. بس كده، ده كان فيديو النهارده. انا اتسالت على موضوع الاكراتين الفتره الاخيره كتير، وايه الروتين اللي انت مشيتي عليه عشان تعالجي الحبوب، فحبيت ان انا اعمله لكم فيديو خفيف كده وسريع تستفادوا منه. فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد قريب. مع الف سلامه.